بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن تكريم الأمهات. طبعا في بعض الناس يقول لك لا، عيد الأم ومش عارف ايه ومكروه، لا حرام. لا، أنا مش هدخل في القصة دي. أنا عاوز أقول يعني لابد أن نكرم الأمهات، ليس يوما في السنة ولكن كل يوم. وأنا هدي رسالة الأول للأبناء. يا حضرة الابن يلي عاوز تكرم أمك يوم واحد في السنة، أنا بقول لحضرتك التكريم ليس بهدية ولا بكلمة ولا برسالة ولا بمكالمة. التكريم بالاحترام والتقدير. ربنا بيقول إيه؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. حضرتك اوعى تزعل أمك في وقت من الأوقات. اوعى تبات وهي زعلانة منك أو غضبانة منك أو مخصماك. اوعى تخاصمها ولا ثانية واحدة. ولذلك قيل الإمام الشافعي: هل يتخاصم الرجل مع والديه؟ قال: ولا مع نعليهما. يعني انت ما تخاصمش الحذاء بتاع ابوك وامك. اوعى يعني لا تخاصم اي شيء خاص بالاب او الام. دي اول حاجه. الرساله الاولى عاوز اقدمها للام المثاليه التي فقدت زوجها. اول حاجه فقد زوجها وقامت بدورين: دور الاب ودور الام. الام دي تعتبر يعني في درجه عاليه جدا، وانا بقدم لها تحيه خاصه. الام رقم اتنين اللي قامت بدور واحد. قامت بدور واحد اللي هو دور الام، وهذا يكفي. وقامت بتربيه ابنائها على المبادئ والقيم والاخلاق. دي تحيه جميله وتحيه خاصه ايضا لها. الام اللي فقدت اولادها سواء شهداء او غير شهداء وصبرت واحتسبت. في امهات كتير فقدت اولادهم وصبروا واحتسبوا. صبرنا واحتسبنا، ودي حاجه جميله جدا جدا. يعني الامه القويه التي احتسبت اولادها ده تعتبر لا تقل عن الام الاولى، فانها مجاهده ومكافحه. والام اللي فقدت فلذة كبدها دي حاجة يعني صعبة جدا جدا. والله آلمني اليوم ما سمعت من أبناء وبنات يعني يشجبن أو يعني في يعني يعبرن عن الحزن والألم لفقدان أمهاتهم. فأنا بقول الأمهات قيمة عالية جدا وقيمة غالية جدا، لا يعرف قيمتها إلا من فقدها. فأنا بقول لكل ابن، أوجه رسالة للأبناء بقى، أقول لكل ابن له أم: حافظ على أمك. وأقول له بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة. فثم يعني هناك الجنة، يعني الجنة كما يقال تحت أقدام الأمهات. فأي ابن له أم لابد أن يحافظ عليها، ولابد أن يحميها، ولابد أن يعني يقدرها ويعاملها معاملة حسنة جدا جدا. أي ابن أو بنت فقدت أمها أو فقد أمه، أقول له يعني صبرا صبرا. فيعني ممكن في بر بعد الوفاة، الدعاء وإكرام الصديق والكلام ده يعتبر من البر بعد الوفاة. أنا بقول رسالة كمان للأم المارقة الآبقة الهاربة من مسؤوليتها. في أمهات طبعا يعني تطلب الطلاق وتترك أولادها. وأنا عرفت من واحد صديق يعني متخصص في الجلسات بيقول في أم طلقت أولادها، بل ووقعت إقرار بالتنازل عن أولادها حتى تتزوج من رجل آخر. يعني تخيل كده، تترك زوجها وتترك أولادها وتوقع حضرتك على تنازل وإقرار بشهود إن هي مش عاوزة أولادها ولا عاوزة تشوفهم. هذه الأم يعني أعتبرها يعني أقول إيه مش قادر ألاقي لها وصف بصراحة. يعني حضرتك قارن بينها وبين الأمهات العظماء العظيمات اللي احنا ذكرناهم في الأول. يبقى احنا قلنا ايه؟ أمهات بدرجات متفاوتة. الأم الأولى التي قامت بدورين، الأم اللي قامت بدور واحد، الأم اللي فقدت أولادها سواء شهداء أو غير شهداء وتحملت وصبرت، والأم المارقة الآبقة اللي هربت وسابت أولادها. شوف بقى، ديت لا تستحق أن نذكر اسمها ولا تستحق أن نذكرها أصلا يعني. فطبعا يعني بقول للأبناء مرة أخرى: بروا آباءكم وأمهاتكم تبركم أبناؤكم. دي آخر وصية. وفي النهاية بشكر المهندس محمد عبد الغني، وبشكر جميع الناس اللي هم ساعدونا في إخراج هذا الفيديو الرائع والجميل. وبترحم على ابننا العزيز وتلميذنا الغالي عبد البديع عبد الغني الرفاعي، وبدعو الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلزم أهله الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.